قدام هذا الباب فين شرب السيد عامل اتاي العشيه تدقات. اذا هذه البلايصه فين جلس السيد العامل شرب اتاي، اشنو قال لكم اللي شرب اتاي؟ اللي قال لنا قال واحد ما غيكون، قال لنا واحد 15 يوم ولا 20 يوم غيجي لكم اللي غيحفر لكم البير. اش من عام هذا الشيء؟ في 2019. 2019 لا بلاتي، لان نحن كحقوقيين كنعطوا واحد الرساله في الوطن ديالنا. الشعار ديالنا الله الوطن الملك. بغينا نعطوا واحد الميساج ما فيه لا غل ولا حقد ولا هم يحزنون، ولكن الواقع خصو يوصل، الواقع خصو يوصل للمسؤولين. عامل صاحب الجلاله على اقليم شيشاوه جاء عندكم في 2019 شرب معاكم اتاي في هذيك البلايصه. انا في هذه البلاصه هذه اشنو قال لكم؟ قال لنا واحد 15 يوم ولا 20 يوم غنصيفط لكم اللي غيحفر لكم البير. وجا مول السوندا حفر واحد 4 ايام، قال له هذا الشيء قاصح، خاص يزيدوا لي الفلوس. مشى في حالته. ملي مشينا عندهم في الجماعه قالوا زادوا ليه 10 د الملايين، واحد الشهر غيجي. من تما ما شفنا والو، ما كاين شيء الى يومنا هذا. اذا رفعت الاقلام وجفت الصحف، ما زدنا حتى شي حاجه. ملي كيقول لك عامل صاحب الجلاله على اقليم شيشاوه هشنو كاين وكتلقى بان الوعود ديالو وعود كاذبه، فراه ما بقى ما يتقال. اذا ملي كنشوفوا الرؤساء ديال الجماعات في اقليم شيشاوه الاغلبيه ديالهم فاسدين وماشي في المستوى، فراه باينه. من عامل صاحب الجلاله نعرفوا شنو كاين. لو كان العامل سيدي ومولاي ما غاديش يكون الفساد في هذا الاقليم. راه قلت لكم قبيله لو ان هاد الناس عندهم الحقوق ديالهم والمسؤولين خدامين كل من موقعه، لا رئيس الجماعه ولا العضو ولا القائد ولا رئيس الدائره ولا عامل صاحب الجلاله ولا الكاتب العام ولا كل الادارات والمؤسسات، لو كانوا قايمين بالواجب وكيخافوا من القسم وكيحترموا الاوطان ديالهم وكيديروا بالوصايا ديال الملك ديالهم وكيخافوا من الله سبحانه وتعالى فوق من هذا الشيء كل شيء، ما غاديش نجوا حنا باش نديروا روبورتاجات ولقاءات مع هاد الساكنه. غيكونوا مهانيين مع روسهم. ديك الساعه يمكن لينا نديروا المهرجانات والشطيح والرديح، ولكن الناس اشنو بغاو اليوم؟ ولاو كيقلبوا على ابسط المتطلبات والحقوق، وهو الماء والطريق فين يمشوا وليداتهم يقراو. ولاو بغاو الماء والطريق باش وليداتهم يمشوا يقراو بخير وعلى خير. ولكن للاسف ملي غضبت السماء ومشى الماء وجا الكساد والجفاف والشباب بردوا ليه الكتاف، من هذا الجيل غير خاف، لا من المسؤولين ولا من النخب السياسيه ولا كل شيء كيتحمل المسؤوليه. هذا الوضع اللي وصلنا ليه اليوم في بلادنا من الدرجه الاولى المسؤولين اللي كيمثلوا الحكومه وكيمثلوا وزاره الداخليه وكيمثلوا المؤسسات والادارات، زائد النخب السياسيه والسياسيين المنافقين اللي كيعطوا وعود كاذبه وكينهبوا كيسلبوا الثروات ديال هذه البلاد والتنميه ديال هذه البلاد وكيتقاسموها مع دوك المسؤولين اللي غادي يحاسبوهم، فراه البلاد اكيد غاديه للهاويه. هذا هو المشروع اخويا اللي قلتوا لنا باللي تشمتوا فيه. محفور في 2016 وجاو ترى 2019 شكينا بهم وجا العامل تاع هنا وجا الرئيس جا تاع هنا. شوف الماء اللي كنشربوا منه 2003 حنا بالصداع. شوف الناس الماء اللي كيشربوا منه 2003 اللي كيشربوا. هذا جاي من شي بلاصه اخرى، جاي من هذا البير ديال على حسب محسوب على المبادره الوطنيه. وهذا البير ديالكم هذا محفورين وخلوه هكا. واش جا العامل هنا؟ جا العامل هنا قال شنو قال لكم العامل؟ قال لك غتخرج الميزانيه ديالو ما شفنا منه والو. قالوا لي كاينه من 2019 من 2019 قالوا لك غيتحفر 22 في الشهر 8 2019 غيخدم. ما كاين والو، راه 2023 دابا. وقالوا لنا في الجامعه كاينه الميزانيه ديال هذا البير، كاينه 30 مليون، كاينه 40 مليون. غادخل هذا الرئيس قالوا لك ما كايناش الميزانيه ديال هذا البير. وراه السيد عامل صاحب الجلاله ديال اقليم شيشاوه، يعني راه كيمثل صاحب الجلاله. الا قال شي كلمه
خصو يضبط الامور ديالو، خصو الا قال شي كلمه خصو يعرف علاش قالها. غيتخدم في 22 في الشهر 8 ما شفنا منهم والو. انا كيبان ليا المقاول حتى لهنا جا واحد المقاول حتى لهنا ما عندوش الامكانيات باش يخدم، قال لهم غتزيدوا ليا، قالوا لي غنزيدوا في الميزانيه نزيدوا له باش يحفر هذا الشيء نطبروا على شي مقاول اخر، ما شفنا منهم والو من ديك ضرب الساعه. شويه ومشى في حالته. ضرب شي نص النهار كاع ما. ولكن اللي كيخليني انا نتساءل هو ان عامل صاحب الجلاله سنه 2019 اشنو قال لكم؟ لا انا بغيت نعرف العامل. راه كيمثل صاحب الجلاله انسان عنده الاعتبار ديالو وعنده القيمه ديالو. اشنو قال لكم؟ 22 في شهر 8 غيجي البير غيتخدم ديال 2019 قدام العامل. قدام العامل قال راه شهر 8 حتى العامل قال لكم صافي راه غادي تحفر. صيفطوا الشكايات مع الثاني حنا ما صفنا لهم لا شكايات وصيفطوا الشكايات للعامل ما كاين شيء. ما كاينش شيء. اذا بقات هذه الحفره هذيك. هذه الحفره هكا، والميزانيه ديالهم ما نعرف فين مشات، كاينه في الجامعه فينا هي دابا. والشاطو كيلهيه. الشاطو خلي مشى الشاطو، داك الشاطو راه مبني شي 15 سنه هذه ولا 10 سنين ولا اكثر. هذاك الشاطو مبني على اساس ان راه مبني على اساس على هذاك البير اللي كان في الاول، على هذا كان مبني مبني على هذا على هذا يا فيه الماء سابق ولا بس بلاتي حسن جا البير جا الشاطو البير سبقوا الشاطو البير لا الى يومنا هذا. والشاطو فيه الماء ما فيه والو ما فيه والو ما فيه والو غير خرجوا ليه ديك الفلوس باش يعطوا لذاك المقاول يبني وصل. الشعب مقطعين تماك، ما كاين لا مال لا والو، ما كاين لا ضايعين الجعابي وضايع الشاطو والبير ما محفور. وعامل صاحب الجلاله قال لكم راه هذا الشيء غادي يدوز. قال لي جا حتى هذا العام الجاي ان شاء الله غنحفروا البيت في 2019 2019. هذه كلمه ديال العامل ديال السيد العامل. ملي كندوو حنا قولوا لنا علاش كدووا. هذا عامل صاحب الجلاله كان في 2019 وعاود جا عند هاد الناس وعطاهم وعود وكانت وعود كاذبه. هذا هو الواقع، ما كاين ما نخبوا. الناس ديال اقليم شيشاوه كيعانوا الحقره الظلم. هذا الشيء راه بزاف اللي كيوقع في الاقليم ديال شيشاوه، وكأن المسؤولين دايرين هذا الشيء عمدا متعمدا. فين هي الفلوس ديال التنميه ديال هذه الاقاليم وديال العالم القروي؟ اذا ملي كنجوا لارض الواقع كنلقاو هذه المهزله باينه ان الفلوس مشات. فين مشات؟ اللي غيقول لنا فين مشات هو المجلس الاعلى ديال الحسابات، لوضيت، زينب العداوي، وزاره الداخليه. هاد المجالس اشنا هي الخدمه ديالكم؟ زعما بغيتو تسكتونا بمبدع الاعتقال ديالو كان نتيجه ديال التطاحنات مع احزاب اخرين. الحزب ديالو مع احزاب كانت تصفيه حسابات، ما كيهمكمش الشعب. مبدع كان ضرا للرماد في الاعين. كاين المبدعات اخرين علاش ما كيتعتقلوا؟ لانهم كيغنوا معكم في السرب ديالكم وغاديين معكم في الطريق ديالكم وداخلين معكم في الدائره ديالكم. واللي داخل معكم في الدائره ما كيتحاسب ما كيتعاقب. وخير دليل ما يقع في اقليم شيشاوه. حتى عامل صاحب الجلاله يئس الناس من وعوده الكاذبه. هذا هو الواقع. كل شيء كيكذب، كل شيء كيكذب، كل شيء كيتنص على الناس. لو هاد الناس كانوا عندهم الحقوق ديالهم لاش غادي يجي حمزه الحزين باش يشغل الهاتف ديالو وينقل لهم المعاناه ديالهم؟ هذه هي البلاصه اللي بغيت الصحافه يكونوا فيها. فين هما الصحافه اللي مشاو للمهرجانات ومشاو للقاءات والمناسبات؟ هنا فين خاصكم تجوا توجهوا رسائل للمسؤولين في العماله ديال اقليم شيشاوه. الا كنعرفكم صحافه ديال بصح توجهوا الانتقادات ديالكم للمسؤولين، وعلى راسهم عامل صاحب الجلاله على اقليم شيشاوه اللي حقيقه خصو يمشي في حالته، خصو يتوقف. لان هذه مهزله ما بعدها مهزله. يوميا 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 الشكايات ديال المواطنين، وكانكم اعطيتوا للمواطنين الشكايات والوقفات الاحتجاجيه وانتم خديتوا المناصب والمكاسب. صافي فرقتوا المغرب على جوج. انا ما عمرني شفت شي جماعه او لا شي مجلس او لا شي جهه كدير الشاطو ديال الماء والبير ما كاينش. يعني تبذير ديال المال العام، لا من حاسب ولا من رقيب.
وهذا هو الماء اللي كيشربوا الناس. من 2005 ولا تقريبا ولا 2003 من 2003 من عامين 2003. غا في الصدى ما تنشربوهم كنشربوهم غير الماء. درنا الطلب درنا هذا البير بغينا خويا ما عطاوناش ما عطاونا الرخصه ديال البير. بغينا هذوك الفلوس اللي كاينين في الجامعه ديال هذا البير يتقبلوا. الفلوس ديال البير يكملوا لينا البير. مشاو الفلوس. اما الفلوس ديال الجمعيه فينا هما الفلوس ديال الجمعيه 8 المليون ما غدير لك البير والو. هادو اللي كيستافدوا الناس من هذا البير اللي كان في الاول ديال هذا الماء. اذا انتم بغيتوا هذه الميزانيه ديال هذا الشيء هذا فين مشات؟ هذا البير فين تخرج باش يصفيو لينا هذا البير. واسماء السيد العامل، سيد عامل صاحب الجلاله، الا كنت كتمثل صاحب الجلاله، وصاحب الجلاله دائما يوصي خيرا بالعالم القروي والساكنه ديال العالم القروي، راه عيب وعار عليكم. ما كديروش بالخطابات ديال صاحب الجلاله، ما كديروش بالتوصيات ديال صاحب الجلاله، وانا استغرب لماذا انت هنا في هذا الاقليم تمثل صاحب الجلاله.